موقف النهاردة في غاية الغرابة. أنا بصراحة حزين، هم يضحك وهم يبكي، بس أنا حزين. شوف الموقف اللي حصل واحكم أنت بنفسك. والله العظيم حصل النهاردة بالنص اللي أنا هحكيه لك ده بالظبط. طفلين ما يتعداش سنهم عن 11 12 سنة، يعني ما يكملش. الواد بيقول للتاني ايه بقى، الطفل الاولاني بيقول للتاني ايه، هما في مشادة بينهم كده، يعني بيهزروا او بيتكلموا جد حاجة زي كده. فالواد بيقول للتاني ايه، الطفل الاولاني بيقول له يلا انا هعورك. الطفل الاولاني بيرد عليه بيقول له ايه، بيقول له انت هتعورني؟ ده انا لو كنت اتجوزت من زمان كنت خلفت تلاتة زيك او 3 اشحط زيك. انا بصراحة ضحكت وفي نفس الوقت حزنت على قلة التربية. حزنت على الأطفال بتوعنا أو الجيل اللي المفروض هنسند عليه والمفروض يبقى هو عمود المجتمع، بقى بالشكل ده. التربية ضاعت، التربية إلا من رحم ربي. بس 90% أو يمكن أكتر من التربية ضاعت. حزنت أوي لما شفت الموقف ده والله. ربوا أولادكم على طاعة الله، ربوهم على الصلاة، علموهم ازاي يصلوا، ازاي يروحوا المسجد، علموهم ازاي يحفظوا القرآن، علموهم ان يحترموا الصغير والكبير. لان المواقف واللي انا كنت بشوفه ما يدلش على خير. اللهم اهد ابناءنا وبناتنا، اللهم امين يا رب العالمين. السلام عليكم.